أهلا بكم متابعين مو سبورتس من كل مكان. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. بسم الله الرحمن الرحيم. اسعد الله مساكم بكل خير مشاهدينا الافاضل اينما كنتم، اهلا وسهلا. نحييكم مباشره من الملعب الاولمبي لويس كامبانيس هنالك في برشلونه. البارسا الذي يستضيف الفريق المدريدي خطافي بحثا عن الفوز السابع على التوالي في انطلاقه موسم من 4 ما يكون بالنسبه للبارسا، وانطلاقه موسم سيئه نسبيا بالنسبه لفريق خطافي الذي لم يحصل على اي فوز لحد الان. 3 تعادلات و3 خسائر في 6 مباريات، سجل هدفين تلقى 9، في حين البارسا افضل خط هجوم سجل 22 هدفا وتلقى 5 اهداف فقط منذ انطلاقه هذا الموسم، رغم الغيابات ورغم الاصابات ورغم المدرب الجديد بقياده هانس فليك. ولكن روبرت ليفاندوفسكي صاحب 6 اهداف كان في الموعد، على غرار القائد رافينيا صاحب 5 اهداف منذ انطلاقه هذا الموسم مع فريق برشلونه. لاعب الشهر رافينيا الذي أزالت الخطورة، مرفوع القائمة الثانية خطيرة، كارليس بيريز بالراس، كاد ياتي الجول الأول لخطافي لولا بينيا الذي تمكن من صد هذه الكرة. لامين يامال يمر يوصل على اليمنى لكوندي، معروفين لاعبين تاع خطافي بتدخلاتهم القوية. رفع كرة خطيرة، رائعة الكرة هذه، رائعة التمريرة طبعا والرأسية من هنالك. الكرة توصل للامين يامال، غارسيا لبالدي، بيريز العرضية، رافينيا عرضية، رائعة الكرة هذه. لامين يامال كاد يلحق على هذه الكرة. اوتشي بتسلل ولا لا؟ اوتشي خطيرة، لامين يامال استلمها، إغليسياس معاه في خطأ، الحكم يقول ضد لامين يامال لصالح ايفان إغليسياس. كوندي العرضية، جول، ليفا جول. الدقيقة 19 يفعلها روبرت ليفاندوفسكي مسجلا أول أهداف برشلونة من لعبة من لامين يامال لكوندي، من كوندي لروبرت ليفاندوفسكي، يسجل 7 أهداف هذا الموسم، هدفه السادس والستين في 103 مباراة يفعلها ليفاندوفسكي ويسجل الهدف السابع والأول لبرشلونة. أليكس سولا يلعبها بينية، خرجت عنده الكرة الآن. اوتشي ينطلق، اوتشي يقاوم والحكم يصفر له خطأ. بعد هذا التدخل من إريك غارسيا، بالدي على الجهة اليسرى يحاول يمر، هايلة من هنالك التغطية من كارليس بيريز، الحكم يصفر خطأ. ضية في الخلف، وصلت من هنالك لكاسادو، تسديدة خطيرة، توري، الحكم يشير إلى وضع تسلل من ليفاندوفسكي. بالدي رافينيا، رائع الكرة من بالدي لرافينيا، وضع التسلل كان فيها رافينيا. يخرج له بالدي والركنية كاد يلحق عليها كوندي، تغطية هنا رائعة. رافينيا على الطائر باليسرى مثل ما جاء طلبها في العمق رافينيا. السنة الجاية السنة القادمة يبدأ هنا ممكن ينهيه في الكامب نو، ولكن تسلل. نعم، ليفاندوفسكي في وضع التسلل في الكرة هذه. تلعب هنالك لمسة يد يا سيد الحكم، يرجع ويصفر لمسة يد لدفاع فريق برشلونة. وينو كاسادو، بالدي وفي خطأ من كارليس بيريز. طيرة تسديدة، كرة لامين يامال، رافينيا يحاول يمر، رائع الكرة من رافينيا وبركعة عن طريق فيريز، كوندي والكرة في الركنية، حاول يمر لم يتمكن. اللعبة كانت رائعة من الفرنسي، صاحب تمريرتين حاسمتين، كرة بعيد، لكنه خسر قبل ذلك في أول جولة في مسابقة دوري الأبطال أمام موناكو بهدفين مقابل هدف واحد. فينيا من هنالك يحاول يمر، جهة اليسرى عن طريق اللاعب أليكس سولا،
بابلو توري لكاسادو، كاسادو فيه خطأ لصالحه. 45 دقيقة انتهت، الحكم يحتسب دقيقة من الوقت بدل الضائع. الوقت انتهى، الحكم صفر نهاية الشوط 1-0 للبارسا على خطافي من إمضاء روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 19. يعود والتقي بكم مع بداية الشوط الثاني بعد حين بإذن الله تعالى. سلام. بالدي رافينيا بعيدة يا بالدي، وبيروكال يتدخل ويخرجها في الركنية. هيدا الكرة خطيرة، رائعة كرة توري على الجهة اليسرى. لامين يامال لكوندي، مش بتسلل كوندي لامين يامال. الحكم المساعد رفع الراية صعبة. لامين يامال بابا رائعة. دافيد سوريا كان أروع من كرة لامين يامال وأخرجها في الركنية. رائعة وجميلة جدا عندما تكون عنده لامين يامال. لامين ليفا كرة في المخالفة منفذة بشكل رائع، والروعة عند الحارس سوريا. رائعة الكرة هذه من قبل رافينيا، ولكن سوريا أبدع مرة أخرى. إيري غارسيا يبحث عن لامين يامال، كرة في التمرير من رافينيا لم تصل. سولا سهل الوسط، يواصل لامين يامال. تدخل من عمر الديريتي، حكم يصفر خطأ للامين يامال. هيدا يا رافينيا والكرة في الركنية. يخرج ليفاندوفسكي مع بيروكال الراسية الدفاعي، دخل الكرة رجعت التسديد. كوندي اوتشي وكوندي يتدخل ويخرجها في الركنية. رافينيا تور بعيدة تلعب لامين يامال. ليفاندوفسكي يبقى سقط على أرضية الميدان. هاي الإعادة، اللاعب اوتشي. تدخلاتهم قوية لاعبين داخل قوية تدخلاتهم. اهلا بيكم متابعين مو سبورتس في كل مكان. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد وملخص جديد وتحليل جديد فني لمباراه جديده. معانا النهارده مع مباراه برشلونه وختافي. المباراه بتقام على ارض برشلونه تاريخ 25/9 في الجوله السابعه في الدوري الاسباني. طبعا احنا عارفين ان برشلونه متصدر الدوري بالعلامه الكامله وبفارق 4 نقاط عن ريال مدريد اللي تعادل ماتشين وبيكون في المركز الثاني في الدوري دلوقتي بعد فوز ريال مدريد امبارح. برشلونه عنده مباراه النهارده عشان يحافظ على الصداره ويحافظ على الفارق ال4 نقط ما بينهم، ان اي نتيجه غير الفوز هتقلل الفرق بينه وبين ريال مدريد وده هيقربه من الدوري. النهارده فريق برشلونه يلعب ضد فريق ختافي، مباراه قويه. جماهير برشلونه مستنيه بفارغ الصبر شوف فريقهم بيكملوا مشوار في البطوله، خصوصا بعد بدايه قوي الموسم وبعد الاداء اللي مش احسن حاجه قصاد موناكو في دوري الابطال. ولكن برضه ختافي فريق مش سهل وبيعرف يعمل مفاجآت وبيعرف يدافع على المرتدات. المباراه دي بس مش عشان النقط، دي اختبار لاداء اللعيبه واستعدادهم للمباريات الكبيره الجايه. طبعا عندنا دوري ابطال الاسبوع الجاي الثلاث والاربع هيكون في دوري ابطال، فبنشوف بقى برشلونه يقدر يسيطر من اول دقيقه ويمسك الملعب ويتحكم في الريتم ويبقى مهرجان اهداف زي كل مره 4 و5 و6 و7، ولا هيكون ماتش مشدود اعصاب و1 أو 2-0 ويخلص على كده. فبس تعالوا لكم تشكيله الفريقين قبل ما نبدا. برشلونه بادئ بحراسه المرمى باجناسيو بينا، ده طبعا بعد اصابه تريشتيجن بالرباط الصليبي. بيقولوا ان هو بيحاول يجيبوا زيتشينكي حارس اليوفي سابقا لان هم دلوقتي ما عندهمش حراس. خط الدفاع متكون من كوندي وكوبارسي ومارتينيز واليخاندرو روبالدي على الشمال، نص الملعب كاسادو وايريك جارسيا اللي راجع بعد خط طرد، على اليمين يمين يامال، في النص بابلو توري، على الشمال رافينيا، قدامهم روبرت ليفاندوسكي. طبعا في غيابات كتير قوي على فريق برشلونه مأثره عليه زي غياب اولمو وبعض اللعيبه وبيدري وجافي، ولكن احنا عارفين ان برشلونه برضه يعرف يمشي نفسه وبالذات في الدوري، ولكن اللعيبه دي وجودها هيفرق جدا في دوري الابطال. المباراه بتبدا بضغط قوي ولكن من ختافي مش من برشلونه، بيحاولوا يروحوا بمرتدات، يروحوا بكذا هجمه على الجون ولكن بدون جدوى او تركيز. مفيش غير هجمه خطيره عرضيه مهاجم ختافي اوتشي بيحاول يحطها في الجون ولكن بينا بيقدر يمسكها ويتعامل مع الموقف، لكن هو حارس هيبقى كبير قدام بس برضه بينا لسه حارس صغير. وفي كوره عرضيه بيغلط حارس ختافي والكوره بتقع من ايده بتروح لليفاندوسكي، بيقدر يسجل الهدف الاول في الدقيقه 19 وبيقدم برشلونه 1-0، ولكن بعديها تحس ان في حكم تأديبي، اللعيبه مش مركزه قدام الجون. ليفاندوسكي ضيع شبه انفراد جاله، رافينيا جات له كره من بالدي المفروض حطها خلاص تشيب من فوق الجون ولكنها ضاعت. فيعني لعيبه برشلونه الصراحه ضيعت فرص كتير جدا، سددوا على المرمى كتير، التسديدات 7 منهم 2 على المرمى، زي ما مفيش تركيز في التسديد ودقه التسديد، ولكن استحواذ كان 80% برشلونه، يعني تقريبا ختافي كان بيدافع ومرتدات بس. فبس يعني دي النتيجه بتاعت الشوط الاول. لو وصلت لحد هنا تعمل لايك وسبسكرايب ونتابعك باخر الاخبار فيديو جديد، اشوفكم بقى يوم السبت في الدوري الانجليزي الممتاز، ومع السلامه.